صباح الفل، اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا. حليب كامل الدسم ولا حليب خالي الدسم؟ اول حاجه لازم نعرف ايه نوع الدسم اللي موجود في الالبان. هي بنسميها الدهون المشبعه. الدهون المشبعه دي موجوده في الالبان، موجوده في اللحوم الحمراء، موجوده في الزبده، السمنه البلدي. طيب هل انا مش المفروض اخدها خالص؟ لا، المفروض اخدها بس بنسب قليله خالص في الجسم، يعني ما تتعداش. لو انسان طبيعي ما عندوش اي مشاكل ضغط، سكر، كوليسترول، مشاكل في القلب، ما تتعداش عن 10% من احتياجي اليومي. لكن لو مريض قلب او ضغط بنقلل شويه، بنوصل لاقل من 4 او 5%. يعني الكلام اللي انت بتقوليه ده، يعني اظبطها ازاي الارقام دي والنسب دي؟ دي معناها ان انا اخد احتياجاتي بالظبط من الحاجات دي، ما زودش، عدم الافراط. هدي مثال صغير، يعني مثلا لو انا ليا مثلا 3 وحدات البان في اليوم، كلمه وحده لبن يعني شريحه الجبنه دي وحده لبن، مثلا 3 معالق الجبنه القريش دي وحده لبن، الكوبايه الزبادي، كوبايه اللبن، كل دي وحدات لبن. فانا مثلا لو هاخد في اليوم شريحه جبنه، كوبايه زبادي، كوبايه لبن، لو خدت الثلاثه كامل الدسم وانا انسان طبيعي ما عنديش اي مشكله صحيه ولا اي حاجه ولا اي شيء. طيب افرض انا زودت شويه جبنه، الجبنه فرطت مني حبه، ساعتها اعمل بالانس، اوازن. طب ماشي، اخلي بقى كوبايه اللبن النهارده نص دسم او خالي الدسم، مش مشكله يعني. لكن هل انا لو خدت كل حاجتي اللي انا محتاجاه، خدت كله كامل دسم، يجرى لي حاجه ولا اي شيء خالص خالص يا جماعه خالص؟ بالعكس، انا محتاجه الدسم ده، محتاجه الدهون دي. وهقول لكم ليه. اللي بيأذينا حقيقي هو الدهون المشبعه اللي بناخدها من الاكل والعك بتاع بره، فاست فود بقى والبرجرز والسوسج والكلام ده، هو ده المشكله. لكن اكل البيت خالص مفيش اي حاجه خالص. اكل البيت الاكل البيت وحصص الاكل اللي انا باخدها والالبان اللي انا باخدها والاكل الطبيعي بتاعنا ده ما فيهوش اي مشكله خالص. تمام. طيب انا محتاجه الدهون دي، انا محتاجاها. ليه بقى؟ لان الدهون هي مهمه لامتصاص بعض الفيتامينات، زي فيتامين د وفيتامين اي وفيتامين كي وفيتامين اي، اللي ما احنا نقعد نقول عشان النضاره والبشره والكلام ده، محتاج دهون عشان يمتص كويس. فالفكره انا دايما ابقى محدده بالكميه الربانيه الطبيعيه، لكن ما دخلش اي بقى حاجات خارجيه وعناصر خارجيه تاذيني. اوكي. طيب هل الدهون المشبعه لو انا خدتها بالتركيزات الطبيعيه، يعني الاكل زي ما اتفقنا، الاكل الطبيعي بتاعنا، مؤذيه للقلب والضغط والسكر الكلام ده، ولو منعتها هتتحسن؟ يعني هل انا مثلا لو انا جودت من عندي بقى مش هاخد خالص يا ستي بقى دهون مشبعه، هل عندي الدنيا تتحسن وصحتها تتحسن؟ بصوا، مفيش ولا بيبر قالت اكيد. كل الكلام يقول لك ايه، ممكن، ميبي، ممكن يحسن الضغط، ممكن يتحسن السكر شويه. فالكلام على الدهون بتاعه اللبن بالذات اللي الناس عماله تتخانق عليها دي، وعماله تقول لك شويه الدهون اللي موجودين في كوبايه اللبن عاملين ازمه دي، لا مفيش اي حاجه ديفينيت. يعني يقول لك ايه، خلي بالك لو انت خدت كوبايه اللبن دي كامله الدسم هتموت. لا، مفيش الكلام ده مفيش الكلام ده خالص. تمام. كل الكلام بيقول ممكن يتحسن. والله شفنا بعض الحالات اتحسنت، وشفنا حالات ما فرقش معاها. فلو انا خدت الدهون بتاعتي الطبيعيه من الحاجات دي، من الالبان، ما زودتش قوي، لان انا باكل لحمه وباكل سمنه وباكل زبده، خلاص، بس في حدود، خلاص. لكن ما الاقيش نفسي، يعني في حد مره قال لي مش السمنه البلدي طلعت حلوه وما فيهاش مشكله، والزيوت النباتيه اللي وحشه. ايوه ماشي، طلعت حلوه، بس ايه، معلقه صغيره يعني في الاكله، لكن ما احط، ما اغرفش يعني. بس هي الفكره كده. فلو انا تسالوني انا، ناخد ايه؟ ناخد كل حاجه باعتدال. انا محتاجه الدهون، محتاجه البروتين، محتاجه النشويات، انا محتاجه كل حاجه، فمحتاجاها باعتدال. فاعتدلوا في الحاجات دي زي ما شرحت لكم كده. موضوع لو انت هتزود في حاجه، قلل في الناحيه الثانيه بس. ربنا يشفينا ويعافينا دايما. اشوفكم دايما في صحه وخير وعافيه. باي باي.